بص، انت ماشي في الشارع وحاسس ان لبسك شكله مش حلو النهارده. حلو؟ لا مش حلو. هو ايه اللي مش حلو؟ انزل يا حيوان يا عدو الانسانيه. انا بتكلم في حاجه مهمه، بكلم الناس دي في حاجه مهمه. ماشي؟ قصر تمشي كده تحس ان الناس كلها بص عليك ومركزين في شكل هدومك قوي، بس خلاص انت مش هينفع تغيره عشان انت خلاص بقى نزلت ومتاخر وبتاع. انت بتنزل متاخر ليه؟ بجد بتنزل متاخر ليه؟ بس في خبر حلو، انا باكد لك انك بلغت في عدد الاشخاص اللي بصوا عليك او اهتموا اصلا، وهثبت لك بالدراسات النفسيه. في حاجه في علم النفس اسمها سبوتلايت افكت او تاثير بقعه الضوء، وسموها كده عشان انت بتبقى حاسس بالموقف زي الصوره دي كده بالظبط، وده بسبب شكلك او لبسك او مظهرك او سلوكك في مكان معين فيه ناس كتير، وده بيكون بسبب السوشيال انكزايتي او القلق او الرهاب الاجتماعي اللي يعني معظمنا او كلنا او شويه مننا بيعانوا منه. يعني اعتقد معظمنا. عايز اقول لك ان محدش مهتم، يعني انا ما اقصدش اضايقك، بس انا عايز اقول لك بطريقه علميه مبنيه على دراسات ان انت محدش شايفك. لو لسه مش مصدق، في واحد عمل كده بيعمل ابحاث وبتاع اسمه توماس جيلوفيتش. ده راجل بروفيسور في الطب النفسي، نشر هو وزملائه ورقه بحثيه سنه 2000. بص يا سيدي، هم جابوا مجموعه من الطلاب قعدوهم في اوضه قاعه محاضرات، حلو، وبعدين جابوا مجموعة طلاب تانيين لبسوهم تيشيرتات محرجة ودخلوهم في الأوضة التانية اللي فيها المحاضرة. لو مهتم هي الصورة المحرجة، ده كان راجل مغني قديم شوية اسمه بيري مانيلو، وكان محرج عشان هو كان قديم شوية ومدة قديمة يعني، وكان الراجل ده يعني شخصيا كان مثير للجدل يعني. الطلاب نفسهم اللي كانوا لابسين التيشيرتات دي وهم داخلين القاعة، يعني هم دخلوا كده من الباب والناس قاعدين قصادهم كده هم، توقعوا ان اكتر من 50% لاحظوا التيشيرتات اللي عليها الصورة، بس الواقع ان بس كان 20% هم اللي لاحظوا التيشيرت. دراسة تانية برضو اتعملت بعدها، جابوا 3 اشخاص وقالوا لهم يختاروا تيشيرت من ال3 دول. ما كانتش تيشيرتات محرجة بس كانت مميزة شوية. ال3 تيشيرتات كان واحد بوب مارلي، وواحد مارتن لوثر كينج جونيور، والثالث كان جيري ساينفيلد. برضو نفس التوقع، ال3 توقعوا ان اكتر من 50% لاحظوا التيشيرتات اللي هم دخلوا بيها دي، بس الواقع ان كان بس 10% هم اللي لاحظوا. الفكرة ان انت وانت ماشي بتتوقع الناس كلها ملاحظة، عشان يمكن يكون بسبب حاجة اسمها ايجوسنتريك بايس او التحيز الاناني، اللي انت حاسس ان انت محور الكون بقى والناس كلها بص عليك وبتاع، بس لا، ما حدش مهتم. يعني الناس بتبقى عايزة تفكر مثلا هيتعشوا النهارده، هيتغدوا النهارده، هيروح مشواره ده ازاي، انا مزنوق في الزحمه عايز امشي، انا عندي مذاكره، انا عندي امتحان، انا عندي مش عارف ايه. مفيش حد بيركز فيك، يعني قليلين 10%. يعني مثلا هل انت فاكر في اخر خروجه ليك في المواصلات كان الراجل اللي جنبك في الميكروباص كان لابس ايه، او السواق كان لابس ايه، او جنبك في الجامعه في المحاضره كان لابس ايه، حد معاك في الشغل؟ محدش مهتم. يا رب اكون افدتكم شويه في الموضوع ده وقللت القلق اللي بيجيلكم لما بتحسوا ان شكلكم يعني متغير شويه او مختلف شويه او مش مظبوط يعني، وبقى انزلوا بدري شويه يعني، بلاش تاخير. ده لولا التاخير ما كناش عملنا الحلقه دي. فيكش تفلح.